طبعا جوزيه مورينيو بدأ المباراة بهويته المفضلة وبشخصيته اللي هو الدفاع، وقدر يحرم نادي اشبيلية من الوصول لل 18 في الشوط الأول، في الوصول للمرمى في الشوط الأول في طول 45 دقيقة. وقدر يجيب هدف عن طريق إنه قطع الكورة من نص الملعب ومررها لديبالا، وسدد تسديدة بشماله على شمال سيمبونو، ودخلت الهدف، جاب الهدف الأول. ولكن لما تيجي تبص على فنيات الملعب أو تكتيك المدربين، هتلاقي إن في الشوط التاني راح منزل المدرب إشبيليا اللاعب اللي اسمه سوسو، غير الملعب نهائي. يعني من بعد ما كان نادي روما فرض سيطرته في الشوط الأول، أصبح في الشوط التاني بعد التبديل اللي عمله مدرب إشبيلية، إن هو لما طلع أوليفر توريس ونزل سوسو، عمل زيادة عددية في نص الملعب. فهو لما نزل غير الملعب نهائي فهو لما نزل غير شكل نادي إشبيلية، أو غير شكل الفريق، سواء لما كان بيلعب على اليمين أو لما لعب على الشمال أو لما لعب في وسط الملعب. فهو كانت خطورة إشبيلية كلها منه هو. فلما تعب الشوط التاني الإضافي، بعد الإرهاق البدني اللي الفريقين قدموه، انهارت اللعيبة. ولكن هنا جوزيه مورينيو لما طلع ديبالا، هو انت حتى لو كان ديبالا تعب، فانت ما كانش ينفع تطلع ديبالا. ولما تطلع ديبالا تنزل واحد بنفس الامكانيات بتاعته، انما تنزل لي في فينالدو كلاعب مدافع، وسط ملعب مدافع. طب انت عايز واحد يقف على الكرة زي ما كان ديبالا بيلعب، او عاوز واحد يفتح لك لعب، ياخد الكرة ويجري بيها مهاريا. انما انت نزلت لي لاعب ما ينفعش، ما يقدمش الادوار دي. لذلك ان نادي روما من بعد ما طلع ديبالا، هو ما عملش ولا هجمة على نادي اشبيلية، عكس اشبيلية ان في بداية الشوط التاني راح منزل الاتنين لعيبة، فبدأ يشم نفسه شوية. وأول ما نزل اللاعب سوسو، غير من شكل الملعب وصنع الهدف الأول. وكمان تسديدة صدها الحارس ماتريسيو. وحاليا يعني بعد التغيير اللي عملها بالنسبة لي وحشة جوزيه مورينيو، هو خسر البطولة. ولكن إشبيلية يستحق، لأن المدرب عرف يدير المباراة. أي نعم في الشوط الأول بدأ بتشكيلة مش أفضل حاجة، ولكن في الشوط التاني قدر يغير المباراة، يغير اللعيبة ويغير الأدوار اللعيبة وينزل لعيبة جديدة. فبالتالي قدر يتغلب على جوزيه مورينيو. عجبك الفيديو اشترك لي في القناة.